بسم الله الرحمن الرحيم. نهاركم سعيد جميعا. في البداية أحب أقول كل التحية والتقدير والتعظيم والإجلال لقواتنا المسلحة المصرية الباسلة، اللي أنا بفتخر وبتشرف إني كنت في يوم من الأيام واحد من أبنائها ومن أفرادها لما قمت بتأدية الخدمة العسكرية وحصلت على شهادة إنهاء الخدمة وتأدية الخدمة قدوة حسنة. وبفتخر إني أنا قدمت لبلدي عملين في منتهى الأهمية، عملين وطنيين لاختيار الجزء الثالث وفيلم يوم الكرامة، الفيلم الحربي العظيم. ومحدش يقدر يزايد على دور مصر في مساعدتها لأشقائها على مر التاريخ من المحيط إلى الخليج. بس أنا لقيت في بعض التعليقات السلبية على الكلام اللي أنا قلته في الجزائر أثناء تكريمي في مهرجان وهران السينمائي الدولي. قلت نصا إن الجزائر بعد حرب 67 والدي حكالي إنها بعتت قوات صاعقة علشان تحمي المواطنين المصريين في ميدان التحرير، لأن كان في إشاعة إن إسرائيل هتعمل إنزال وتعمل أعمال تخريبية في وسط البلد يعني. وقلت إن والدي حكالي ده. والدي كان دايما يحببنا في الوطن العربي وكلمة عروبة والبلدان العربية، يحكي لنا عن الجزائر ويحكي لنا عن السعودية ويحكي لنا عن كل أشقاء سوريا، على كل أشقائنا العرب. على فكرة الأدوار معروفة، دور مصر في خدمة أشقائها العرب معروف، وأدوار الأشقاء العرب في خدمة مصر ومساندتها ومساعدتها معروف. كل السادة المحترمين أصحاب الفخامة رؤساء الجمهورية على مر التاريخ ياما ذكروا مساعدة الإخوة العرب والأشقاء العرب لينا. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيتباهى بمساعدة الأشقاء العرب لمصر، والأشقاء العرب بيتباهوا بمساعدة مصر ليهم. على فكرة يعني احنا معروف ان الدول العربية، الجزائر طبعا والدول العربية ارسلوا قوات رمزية لمصر بعد حرب 67 للدفاع عن مصر. فده شيء معروف وشيء مش ما حدش يقدر ينكره. فكل التحية والتقدير لشعب الجزائر، وارجوكم لا تلتفتوا للكلام اللي اتقال، التعليقات السلبية. مش كل واحد يقول اللي هو عايزه، بس هي الادوار معروفة والمقامات محفوظة. وكلنا طبعا نتذكر دور فخامة الرئيس هواري بومدين في دعمه لمصر، ودور الرئيس العظيم جمال عبد الناصر في دعمه للثورة الجزائرية. محدش يقدر ينكر الكلام ده يا جماعة خالص. فربنا يحفظ مصر ويحفظ كل الدول العربية من كيد الكائدين. ربنا يخلينا لبعض. مصر 120 مليون شخص تقريبا يعني، فلو طلع كام واحد كده قالوا شوية كلام يعني سلبي مش مشكلة، لكن الغالبية العظمى بيحبوا الجزائر. ومش الغالبية العظمى، الشعب المصري كله بيحب الجزائر، والشعب الجزائري كله بيحب مصر. تحيا مصر وتحيا الجزائر وتحيا كل الدول العربية، وربنا يقربنا يا رب من بعض دايما وما نتفرقش. احنا في امس الحاجة لان احنا نرجع حاجة واحدة. ارجوكم مفيش داعي ان احنا نقعد نعاير بعض ونقول احنا احسن. الكبير ما بيقولش انه كبير، المعطاء ما بيقولش انه من على الاخرين بعطاياه. محدش بيقول كده. نهاركم سعيد وزي الفل.